السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بربي إن شاء الله غدوة سيدنا رمضان، وحبيت نقترح عليكم المقيرط المحلات، يعني هذاك المقروط الصغير تاع المحلات. بربي إن شاء الله يجي بنين عليه وخير منه ويجي صحي نخدموه في الدار في 5 دقائق توجديه. نبداو اولا بالغرس التمر، حنا عندنا نقولوا الغرس، البلدان العربيه يقولوا التمر. نحطوا له شويه قرفه، نكون نقيته من قبل ورحيته، ونزيد نحط له مغرف زبده ونديرو بالزهر ونعجنوه بالزهر هكذا، نعجنوه مليح حتى يطرى. من بعد ما خدمنا الغرس مع المغرف تاع الزبده وما زهر والقرفه، دركا نوليو للعجينه. واش عندنا العجينه فيها؟ عندنا فيها حنا نحطو 3 كيسان دقيق، والكاس الرابع فرينه، ونعمروه ونكملوا نعمروه بالدقيق. هسه نحطوا الكاس الاول هذا، هاي فرينه هكذا ممسوح، هذا الكاس الاول فرينه ودقيق، والكاس الثاني ممسوح دقيق، وهذا ثالث دقيق يكون دقيق متوسط، هذا الثالث، وهذا الكاس الرابع. دوك بقات نحط انا لافاني اختياريه، ولكن هي تمد بنه هايله للمقروط تاعنا، اللي تحب يحطها، اللي يحب ما يحطهاش. ملح، قرصه تاع ملح. عندي هنايا كاس، نص كاس تاع الزبده، ونكملو بالزيت. تحبي ديريه زيت كامل يجي مليح، مام كي تحطيه ديريه بزيت كامل يجي مليح. هذه كيله نص زبده ونص زيت. نخلط النواشف مليح، ومن بعدا زيد نحط البسوس هكذا، الزيت والزبده هذوك اللي حطيت، نخلطهم مليح. ندير شويه بعد ما خلطته دوك مليح. دوكا انا جبت هذا الكاس نص ساعو ما زهر ونص ما، ونبل بيه. بسم الله. نديروه شويه جاري. ها زي ما جا عجين طري، ها وهاو الكاس، درت كاس وهاو ميم با نص، وكل واحد والسميت تاعو. دوك نقسموا العجينه ونبداو نخدموا. نقسم العجينه لاثنان، نحكم الاولى نحطها والاخرى نغطيها ونخليها. نبداو نديرو بوده هكذا، نديروه بصبعنا نطرحوه. نحطوا له شويه هك باه يلصقنا الغرس ما يطيرش هاك هكا، باه الغرس ما يطيرناش. حطوا الغرس تاعنا، كل واحد يحط الغرس واش يحب. انا نحب المقروط تاعي يكون فيه الغرس بزاف، كاين اللي ما يحبش الغرس بزاف، كاين اللي يحب شويه، كل واحد يحط الغرس على حسب واش يحب.
ونحكمو نجيبو من فوق لتحت هاك ها نقفلوه مليح هكذا نقفلوه خلاص ونحكموه نزيدو نضوه مليح هكذا تسكاو عليه مليح نقسموه على زوج هكذا نحطو واحد هيك ونخدمو هذا نديروه رقيق نلقاو الغرس خرج ندخلوه هكذا كل واحد كيف يديروش هو يجي صغير هكذا قصوه كامل جيو صغيرين برك قرطات هادو مش مقروض هكذا نحطوهم نعدلوهم نحطوهم في نيله باه ما يشيحولناش ما يتحلوش كي نقليوهم هكذا هاهي دوك نكمل معكم ونرجعوا للقلي ومع الزيت نحط مغرف تاع الخل باه ما يكحليش الزيت راح يطرشق شويه بصح من بعد يحبس هاي العسيله نحطها في نص بول ولا غامكان ولا كي نقليه نحيه طول من الزيت العسل يكون ثقيل هذا هو العسل اللي خدمناه المره اللي فاتت مع بعضنا ها الله يبارك ولا ثقيل على الكيف من بعد ما غلى الزيت حطوا البخار تاعنا فيه بعد ما طاب نجبدو نحطو في الصفايه وديريكتومون نحطو في العسل نخليه يقعد في العسل هاد نص ساعه ربع ساعه يشرب مليح نحيه نصفيه العسل يكون خاطر ما نزيدلو لا زهر لا ورد لا والو نزيدلو حتى زياده. هذه النتيجه النهائيه تاع المقير تاعنا ولا مقرود المحلات وصحه فطوركم وما تنسونيش بلي لايك شجعوني باه انا نحط لكم المزيد والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.